يا مساء الفل يا حلوين، وحشتوني. دلوقتي رجعت لكم فيديو لطيف كده. قبل ما نبدأ في الفيديو كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وندخل في الفيديو على طول كده سريعا. أنا النهاردة كان في يوم الفيديو ده، يعني كانوا بيقولوا ان المية هتقطع، ففي حاجات كده مهمة لازم نعملها علشان نبقى ايه، نبقى مأمنين نفسنا لما المية تقطع. اول حاجة بصيت على الديسبنسر، لقيت القارورة خلاص قربت تخلص، فقمت خدتها على الفلتر وقلت املاها علشان يبقى طول النهار المية موجودة بتاعة الشرب. رحت على الحوض بحط طبق فيه مية كده، فيها بحط مية نظيفة طبعا، وبحط فيها شوية خل وشوية اي مسحوق من بتاع المواعين اللي عندنا. بحطها كده تبقى ايه ستاند باي كده جنبي على الحوض. ايدي اتعصت اي حاجة بروح حاطة ايدي فيها كده كأنها زي وايبس بالظبط. باجي على البراد او الكاتل بتاع الشاي او المية المغلية، بملاه يبقى جاهز. في قارورة صغننة كده بتبقى 10 لتر، بتبقى موجودة عندي في المطبخ احتياطي. برضو قارورة زيها تبقى موجودة في الحمام. الجردل بتاع المسح لازم يبقى مليان وفيه مسحوق، عشان لو في حاجة مثلا وقعت ابقى بعرف امسح. الوايبس طبعا مهمة جدا عندي، لازم تبقى في الحمام، في واحدة في الحمام وايبس كبيرة كده تبقى طول الوقت موجودة. ده تاني يوم بقى جيت قلت اعمل بقى الاكل. ده كانت بطايه بحب اشوحها كده، شوحتها تطرقع كده على النار لوحدها من غير سمنه ومن غير اي حاجه. وبعد كده رحت بقى راميه جنبها البصلايه والفلفل الاسود الحب والورق اللورا والحبهان الحب، وبديهم تشويحه كده مع بعض. وبعد كده اكون بغلي ميه جنبي، زي ما احنا شايفين كده في الحله. وخلصت خلاص، خدت لون كده صدمة، وبروح حاطة عليها بقى ايه المية المغلية. مية تبقى مغلية ما تبقاش مية باردة، وبتنزل بقى بتدوقوا بقى احلى شوربة واحلى ريحة شوربة في الدنيا بالطريقة دي. الفراخ بحب اعملها بالطريقة دي. البطاية كنت لقيت عارفين بيبقى فيه شعر كده تحت الجلد، ريش كده تحت الجلد، صعب ان انتوا تطلعوه، فالطرقعة دي بتطلعها. يعني دي عمتي اللي قايله لي على الطريقة دي. وطبعا زي ما متعودين لازم الحوض يبقى نظيف بعد اي زفارة ومتحكم كويس جدا، عشان يبقى ايه جاهز لأي مواعين تانية تتحط فيه. دي كانت الحلة الكبيرة الألمونيا، أكبر حلة في الطقم الألمونيا عندي. دي كنت مطلعاها، افتكرت البطاية هتحتاجها فما احتاجتهاش. وكنت عاملة كفتة فراخ قبليها بيوم مجهزاها، هدخلها في روتين تاني هوريكم الطريقة. طلعتها برضو جنب البطاية، وشوحتها كده على السريع. دي بقى ميزة الحاجات اللي بتبقى جاهزة على طول في الفريزر عندنا، اي وقت كده نروح مطلعين. لقينا مثلا اكل عملناه ولقيناه حاسين الكمية تبقى صغيرة، فبنروح مطلعين. بصوا برضو الحوض كان فاضي، دي ماما كانت عندي اليوم ده. وكان اسماعيل طبعا حريف السلطة، فبيعمل السلطة زي ما احنا متعودين وعارفين في القناة التانية. كانت خلاص البطيخ خلاص كده استوت وكل حاجة، وكنت بعمل فتة بقى. فدي صلصة الفتة، بحط توم والصلصة الجاهزة اللي عندي، وبحط مكعب مرق او مرقة فورية زي دي بجيبها من عند العطار، بتبقى حلوة جدا وريحتها نكهتها بتبقى حلوة قوي. وبحط فلفل اسود وملح وخل بقى في الاخر، وتوابل 7 بهارات. جينا بقى مرحلة الغرف بتاعة الأكل. نغرف الأطباق دي حلوة جدا، بتفكرني كده ان يعني جو المطاعم بقى والحاجات الفخار والحاجات دي تبقى حلوة قوي. كان اسماعيل برضو بيغرف السلطة، وكانت بقى خلاص الكفتة كانت اتشوت وخلصت. وبعدين انا بحب احط كده الفتة، اقسم في الاطباق كل واحد طبق، احط له العيش بتاعه والرز بتاعه وكل حاجة، وكله يبقى ايه مغروف في كل طبق كده. مش اعمل في حاجة كبيرة واقعد اخد، فاهمين قصدي؟ بس باعمل كده، باحط الشوربة تبقى سخنة، وباحب العيش يبقى إيه، فيه سِنّة قرشة بسيطة، ما يبقاش طري ومعجِّن أوي كده، ويعني ما تحسّوش بطعم الأكل فيه. الفتة دي عايزة أقول لكم باحبها جدًا، بتبقى حاجة كده لذيذة، لذاذة مش طبيعية بصراحة. يعني لو الواحد كَل منها كل يوم أنا ما بازهقش بصراحة. وكنت خلصت الغرف وخلاص. وبعد الاكل بقى اسماعيل قسمنا المواعين مع بعض، عمل هو شويه حاجات وانا عملت شويه حاجات. وكان واقف بقى ايه، قلت اخد له صوره كده وهو عمال ايه يعافر مع المواعين. كان اليوم ده كان ضفري مقطوع،
ضفري مقطوع، إيه اللي أنا باقوله ده؟ ضفري كان مقطوم، فكان متعور واخد حتة من الجلدة كده، فإيه قال لي أنا هاعمل مكانِك المواعين، فكنت إيه رايحة بارخّم عليه وباقول له معلش، معلش. عايزة أقول لكم إن أنا من النوع اللي لو حد بس مجرد ما حد كده يقف معايا في المطبخ، بس مجرد ان هو نقف نرغي كده انا بتسلى، يعني بحب ده حتى لو ما ساعدنيش وما عملش معايا حاجة، بس بحس ان يعني ايه الحاجة بتبقى خفيفة كده وسريعة، وما بحسش بالمجهود اللي انا بعمله ولا اي حاجة. معرفش ده حد كده زيي ولا ايه، يعني ما بحبش اقف لوحدي. مثلا ممكن انادي على اسماعيل واقول له تعالى اقف معايا، ساعات يقول لي مثلا بعمل حاجة او مش عارف ايه اللي هو كده. فلا بحب اللي هو يبقى معايا، يعني ايه بنتكلم وبنرغي وكده، اي حد مش اسماعيل، يعني اي حد مثلا، حد من قرايبي صاحبتي اي حاجة بنقعد نتكلم. حتى لو مثلا لقيت مثلا ورايا حاجات كتير كده وبتاع، ممكن اروح فاتحه التليفون وحاطه الهاند فري واقعد اتكلم وارغي مع حد من صحابي. بحس ان الوقت بيعدي، او الحاجه انتوا ما بتحسوش بالحاجه، ما بتحسوش مثلا بالمجهود او الدنيا دي. بس فيعني احنا والله يا جماعه احنا يعني اقل حاجه بتريحنا وبتاثر فينا، احنا كائنات مرهفه الحس. ده بعديها بقى ايه، كنت جايبه سيبنا الحاجات بقى تتنقع، اللي هي الطاسه والجريل اللي انا كنت بعمل فيه، وبعدين اتغسلوا. وقلت بقى اعمل شويه صلصه كده، انتهزت فرصه ان الطماطم يعني رخصت شويه، كانت الكيلو ونص ب10 جنيه. قمت جبت اعمل بقى صلصه. بحب اجيب الصلصه كده كتير واعملها في الحله بقى الكبيره. قلت بقى استغل الحله الكبيره اللي انا طلعتها على الفاضي دي، قلت اعمل فيها بقى ايه، بقطع بقى، بغسل الطماطم كده، ما بحتاجش بقى اعقمها، هي كده كده اصلا تتحط على النار، وبقطعها كده نصاص او على حسب حجم البتاع، ما بسيبهاش سليمه، بشيل بس البتاع اللي هي العنقود بتاعها ده، واقطعها كده صغير، يعني مش صغير قوي، وبديها بقى غلوه على النار، تفضل تغلي بقى، تغلي بقى، تاخد وتدي مع نفسها كده لغايه ما تحسوا ان هي اتكثفت، هتنزل طبعا ميتها. في طرق كتير قوي للصلصه، انا بحب اعملها بقى بالطريقه دي بصراحه، ما بحتاجش بقى اصفيها ولا اشيل الميه منها ولا اي حاجه خالص، انا بسيبها تتسبك مع نفسها كده بقشرها بكله على النار، على نار هاديه طبعا، وبغطيها، وكل شويه بشقر عليها لغايه بقى ما تحسوا كده ان هي اتهرت واتكثفت، الميه بقى دي خست. والطماطم كده بقت متسبكه كده، بقت لونها غمق كده وبقت خفيفه، يعني بصوا شايفين ما شاء الله في الحله كتير ازاي، هتلاقوها كمان شويه هتلاقوها انكمشت كده. فخلاص بقى بعديها باخدها بقى على الخلاط، وبروح بقى فرماها، ولو احتجت تصفيه بس خلاص بتبقى دابت بقى خلاص يعني، بكيسها بقى واحطها في الفريزر. كانوا الشويه دول كنت انا خدتهم منها، لان هي كانت طماطم حلوه بصراحه، ما كانتش مفعصه يعني، فكانت حلوه. توتي كانت نازله هي واسماعيل يجيبوا ايس كريم، معرفش النوع ده نوع اسمه توتي او توته، نوع رخيص كده مش عارفه ده اسمه ايه، يعني كانوا نازلين يجيبوا اللي هو ميجا، وجايين بقى ايه منبهرين، كل دول ب25 جنيه، يعني انا مش مصدقه، توتي ما كانتش مصدقه نفسها هي واسماعيل، جايين منبهرين بالعدد، جايبين مش عارفه كام، يجي 10 باين ولا كام، ب25 جنيه، انتوا متخيلين يا جماعه، اللي هو مش مصدقين نفسهم. بصوا كانت خلاص بقى اتهرت بقى كده، وهسيبها بقى ايه تاخد وتدي لغايه ما هتخس، مثلا توصل لربع الحله ولا حاجه. ولونها بقى كل مدى كده ما بيغمق، شايفين بصوا لونها، يعني في ناس بتسيبها يا دوب تنزل ميتها وتصفي الميه وبعد كده تفرمها، يعني ما بتسيبهاش زي اللي هو الدوب بقى والميه بقت خلاص بقت عباره عن طماطم. لا، في ناس يا دوب بتنزل ميتها كده تبقى ميه صفرة كده وتصفيها وبعدين تفرمها. بصوا انا سبتها خالص لغايه ما كده، لغايه ما اتسبكت مع نفسها، وبفرمها بقى في الخلاط او بالهاند بلندر، وبحط بقى في الاكياس وعلى الفريزر على طول. وبس كان ده اليوم اللطيف كده، يومنا خفيف و... ويعني ما فيهوش اي حاجه، ما حبيتش اطول عليكم لانكم وحشتوني والله. وده كريم كده لطيف بحطه على الرخام عندي، خفيف قوي كده على الجلد، وحبيت اقول لكم عليه. وباي.